مرشوش كذا شكله، سبحان الله نفس اللي شفته ذاك اليوم، وسبحان الله ما نسيته. يعني هذا الشيء الناس يشوفونه يعني في الحوش يكون في وسخ في شيء يتغسل ويروح. طيب خليني أقول لك شيء على أساس للجميع، 30,000 ما شاء الله تبارك الرحمن. انتبهوا للكلام اللي بقوله بالنسبة للسحر المرشوش. السحر المرشوش بما أنه ترى على فكرة ترى السحر المرشوش ترى يعتبر إذا ما هو بأقوى أنواع السحر وأكثر أذى، فهو من ضمنهم، من ضمن أقوى ما يقع للإنسان. لأنه كيف أعرف أنه السحر مرشوش؟ لما يبدأ يتنقل البلاء عندي في جسدي، أعالج الكلى تصاب الكبد، ثم تصاب الرئة، ثم تروح للرأس، تروح للأقدام، ثم توجع بالظهر، توجع بالأفخاذ، بالعيون، باللسان، انفلونزا. يعني يتنقل البلاء في كل مكان في جسد الإنسان، يعالج هذا يطيح ذا، يصلح ذا يطيح ذا، يروح يكشف قال ما في شيء، كل ما جسمه كله يلعب فيه، لأنه على الأقدام، والأقدام طبعا فيها كل خاصية جسم الإنسان. فسبحان الله. وهو برضو أسهل شيء للشفاء، يعني أسرع شيء للشفاء، يعني أكثر شراسة وأسرع شفاء. للي يعرف له جيبي ملح بكرة، جيبي ملح خشن. طيب فكوا الصناديق يا جماعة الخير، قاعدين يتكلفون الشباب، قاعد يتكلفتوا كل يوم ينزل صناديق، افتحوها. لا جيبي ملح خشن، خليه لا تذوبينه، حطي أقدامك على الملح خشن سواء عليه ماء أو بدون ماء، لكن الأولى يكون عليه ماء بارد نوعا ما، ولا تطيلين البرودة عليه، يعني لا تطولين الأقدام عليه. أبو 10 دقائق فيها الحدود، تفركين الأقدام عليه مع قراءة سورة الفاتحة والزلزلة وقراءة آيات السحر، مثل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن كلكم حافظين الآية هذه من كثر ما رددها، إن الله سيبطله، إن الله لا يصح، وتنفثين بالماء وتفركين الأقدام عليه بكثرة. ثم بعد أسبوع من الرقية المكثفة للأقدام مباشرة تسوين حجامة. الحجامة وين تكون؟ في الأماكن اللي تصير فيها العقد، في منطقة الرأس، على غضاريف الكتف، في أسفل الظهر، بجنب الخصر، بالأفخاذ، بجنب الركبة من تحت شوي، على الساقين، على ظهر القدم. على ظهر القدم مهم جدا، على ظهر القدم وانت واقفة يحجم، أو جالس على كرسي يمسح المنطقة هذه ويحجم. الحجامين يعرفون هذه المنطقة، هذه تخرج السحر حتى لو كان غير شو اسمه المرشوش هذا أسوأ شيء ويخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. حياك الله من يوسف. فطبق اللي قلته. أيوة. نعم. هذا اللي كان مرشوش هو أحس إنه زوجي، لأن زوجي هو اللي سوى مشاكل مع اللي ساكنين جنبه. نعم ممكن يصاب الزوج، ممكن يصاب من وطأ بقدمه عليه وهو غير مقصود أحيانا، وإصابة الغير مقصود تكون أخف من المقصود لأنه مرسول لشخص مقصود فيجي عليه. نعم. زوجي قطع الصلاة طبعا، تغيرت أخلاقه جدا، صار يقذفني. يعني تخيل يعني بعد سنوات، أنا لي 22 سنة، صار طول الوقت بس يشك فيني ويقذفني، وأنا إنسانة راية الدين الحمد لله، يعني حتى معروفة عند أهلي. يعني. طبعا هذا فعل الشياطين، تفريق بين الأزواج. هذا فعل. في ناس ما يستحقون هذا الشيء، وأساسا ما يوقع في الأسحار ولا يوقع في البلاوي هذا كله الناس الطيبين، مع الأسف الشديد. أنا أقولها لكم بصريح العبارة، والله أنا ما وجدت إنسان مسحور أو عليه حسد أو عليه أذى وهو شرس. أغلبهم ناس طيبين يصدقون النية، يدخلون مع الناس بنوايا طيبة، يأكلون من مآكلهم، يشربون مشاربهم، يخاونهم يخالطونهم، ما يشكون، ما يتبحصون الأبواب، ما عندهم خلق سيء. سبحان الله. فهذا أكثر من يقع فيه، أكثر من يقع فيه. أسأل الله أن يحميكم. بعدها أنا حملت وجبت بنت. أنا عندي 3 أولاد من أول. البنت هذه من يوم ما جبتها يوميا تصحى يوميا مرتين في الليل مفزوعة كأنه في أحد يفزعها. الحين البنت كبرت وراحت المدرسة. البنت لسانها جدا بذيء، لو تسمع كلمة واحدة مرة واحدة ما تنساها، بس الكلام البذيء. طيب اسمعيني يا سحاب، عشان عدد كبير يبغون يسمعون الرقية الحين. اسمعي يا سحاب، بالنسبة للبنت كم عمرها قلتي؟ 8 سنوات الحين. جيبي زيت زيتون واقرأي عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأي عليه سورة الإنسان وسورة الملك، اقرأي سورة الإنسان وسورة الملك والمعوذات على زيت زيتون، ويوميا حاولي جهد المستطاع أن تمرين على لسان البنت وعلى منطقة العمود الفقري وعلى الصدر، على الجبهة وعلى الصدر وعلى العمود الفقري، تحطين تحت لسانها أو تمرين الزيت على لسان البنت، لأنه ربما يكون في شيطان خبيث ينطقها بما لا تريد أن تنطقه. والزوج إذا كان تستطيعين يطبق معنا الرقى اللي يطبقناها خليه يطبق. أعطيني رؤية عشان تعطيني رؤية. رافض جدا، رافض خلاص ما في حيلة، لازم يرقي. إذا ما رقى كلنا، لنا ولا أنت ولا المجتمع كله ما يقدر يسوي له شيء إلا بالدعاء، تدعين له أو هو يرقي نفسه. أعطيني المنام عشان ناخذ اللي بعده. حلمت إن أمي يعني جابت شيخ لنا أنا وإخواني وإخواتي في البيت عشان إحنا تعبانين. فأول ما بدأ يقرأ الشيخ أنا على طول أغمى علي. بعدين شفت جن، يعني شفت يديهم، هم كانوا يعني 3، كانت يدينهم بشعة جدا جدا وأظافر طويلة،
وفي يد واحد منهم شعر وسخ مرة، وحواليه كذا زي الفلوس 100 ريال، يبغون يطعموني. بس أنا عيت أفتح فمي، قاعدة أذكر الله عشان فمي ما ينفتح. بعدين صحيت يا شيخ. طبعا طيب ما فتحتي الفم بالمنام؟ نعم، هذه محاولة شيطانية، إطعام منامي. طيب يا عبد الله بالله يشوف ان غيمه تكفى، اكتبي يا غيمه، خلوا غيمه تكتب، اكتبوا كلكم غيمه وينها عشان تطلع. طبعا طلعها بالله. استمر على سورة البقرة، يم قطعتها 3 أيام. أنا شفت هذه الرؤية. هذه الرؤيا محاولة اعتداء شيطاني، لكنها ما استطاعت الحمد لله رب السماوات والارض. يا شيخي بس هل يدل ان في سحر؟ شوفي انا من الناس اللي ما اقرر السحر ولا اقرر غيره، لانه ما نعلم الغيب، قد تتلاعب الشياطين احيانا تجيب منامات وكانه في سحر، فانا قلت انه ربما يكون فيه محاولة اعتداء شيطاني لكنه ما وصل، سواء كان سحر او غيره، لكنها ما وصلت. حاولت تصل، انت اغلقتي فمك ما وصلت، معناته ما في شيء. نعم. طيب الوصف اللي كان قدام بيتي اللي وش هذا في الواقع يعني؟ اللي في الواقع اللي شرحته. اي انا قلت لك هذا اذا كان زمان ورشيتوا عليه، ما رشيتوا عليه، رشوا المكان هذا بالماء والملح اللي عليه رقية شرعية. طيب يعطيك العافية، شكرا. رشوا في نفس المكان اللي شفتوه. الله يجزاه عبد الله خير. وياك، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء يا شيخ أسأل الله عز وجل أن يشفي ندى ويطمن قلبك عليه إن شاء الله بإذن الله. آمين. الله يجزاه خير. شيخ أنا شفت في المنام في الغرفة حقتي في 3 ثعابين طويلة جدا لونها أصفر. فشفت في حرمة، يعني أنا كنت أبغى أذبحها، أبغى أقتلها، فشفت في حرمة زي تحاول إنها تثنيني إني ما أقتلها. فالحرمة هذه من هيئتها، ما شفت وجهها، من هيئتها كذا زي عمتي يعني والدة زوجتي. فالثعابين ركضت، فكانت هي مع سور الغرفة، يعني مع حافة الغرفة كذا، وبعضها على طاولة المكتب حقي. فانتهى المنام. متى شفته؟ حول 3 أسابيع. طيب وفي شكوك تدور حول المرأة هذه اللي ذكرتها؟ لا. إذن هذا شيطان يحاول يؤذيك أنت على رقية؟ نعم صحيح. نعم، هذه شياطين تحاول تؤذيك لأنه أنت فعلا قاعد تجاهد وقاعد تصارع الجن. فأي شخص يدخل في صراع مع الجن يجونه في المنام يؤذونه في البداية، ثم ينحصرون وينكسرون بإذن الله سبحانه وتعالى. استمر بالرقية، وعليك بكلمة التوحيد، عليك بلا إله إلا الله، لا تتركها أبدا، هذه من أقوى ما تدافعون فيه عن أنفسكم. والاستغفار لفتح أبواب الرزق. هذا المنام يدل على أنه فيه محاولة، زي ما ذكرت الأخت اللي قبل، أنه فيه محاولة اعتداء شيطانية لكنه فعلا ما استطاعت، ومحاولة إيقاع العداوة ما بين أحد وطرف آخر، تدخل الشكوك والظنون ونبدأ نتشعب ونفكر وننصرف عن الهدف الحقيقي. تمام، الله يجزاه خير إن شاء الله. ويبارك فيك يا أخوي مسافر.